بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. في البداية الحمد لله ذو الفضل والكرم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يتقبل صيام شهر رمضان الكريم، وكل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هتكلم عن شركة محترمة جدا في مصر، شركة استثمار باكستاني دولة باكستان، وبالتحديد مجموعة اسمها سيف جروب. المجموعة دي مجموعة كبيرة جدا في باكستان، شغالين في الانترنت وشغالين في الأجهزة وشغالين في مجال الغزل والنسيج. استثمروا في مصر عام 2006 وعملوا شركة ضخمة جدا وبتنتج أنواع خيوط محترمة وكلها تصدير، خيوط رفيعة. الشركة دي اسمها شركة البحر المتوسط للغزل. استثمار باكستاني، استثمار محترم. اختاروا مصر. مصر جميلة، قربها من السوق الأوروبي، قربها من القارة الأفريقية. المواني متاحة عندنا، مواني الإسكندرية على البحر المتوسط، فهي اختارت مدينة برج العرب. الشركة دي فيها 60,000 مردن. طبعا الاستثمار ده تم بدايته في 2006. بينتجوا نمر رفيعة، قطن 100%، قطن مصري. بينتجوا نمر 120 و140 ونمر 160. متخصصين في القطن الممشط 100%. دخلوا برضك الأيام دي المودال والمايكرو مودال والتنسل. بيصدروا، غزوا أسواق عالمية زي البرازيل وزي أسبانيا وزي إيطاليا. في بينتجوا 500 طن شهريا من الغزول. عشان نقربها للناس، يعني تقريبا حوالي 25 حاوية في الشهر. طبعا انتوا عارفين ان باكستان متقدمة في مجال الغزل. تخيلوا بقى الاستثمارات دي تشوف عملت ازاي هنا عندنا في مصر وشغلت عمال. اختاروا القطن المصري. طبعا الخيوط بتستخدم في الأقمشة الممتازة جدا والقمصان. وخلي بالك اللي هم اختاروا مصر بالذات عشان السكان. احنا عندنا قوة بشرية للعمال، عندنا 60% سن الناس عندها 20 سنة. فاختاروا عندنا في مصر، وبيختاروا عمال وبيختاروا مهندسين وبيختاروا موظفين. انتوا عارفين ان حصل في آسيا في البداية كانت اليابان متقدمة جدا في الغزل والنسيج. بعد كده انتقلت إلى كوريا عشان برضك العمالة. بعد كده انتقلت للصين. بعد كده دلوقتي في بنجلاديش بيستثمروا. الفترة الجاية هيركزوا على أفريقيا وخاصة مصر. انتوا عارفين لو احنا مثلا قارنا مصر بأي دولة عدد سكانها كتير، مثلا زي أثيوبيا ما عندهاش مينا عشان تشحن دلوقتي. لو انت عملت مثلا مصنع غزل في أثيوبيا وعاوز تشحن، العربية بتوصل 10 أيام عشان توصل إلى أقرب مين. لكن احنا عندنا المواني متاحة. الشركة دي جايبة مكن ممتاز، مكن تروتشر، مكن ذو جودة عالية. بتهتم جدا بالجودة وبتهتم جدا برضا العملاء.